محامي كهربا لعبها الصح، زي ما كهربا كان عقده صح. قال كلام مهم جدا 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 مع الإعلامي الكبير محمد شبانة. شبانة اتكلم مع محامي كهربا وقال كهربا ان المحامي بتاعه قال تفاصيل هقولها لك دلوقتي، بس في الاول انتشر لايك للفيديو، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. اشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، فعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. الفيديوهات اللي جايه جامده جدا. اهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد الافندي على قناه باكورد. الحقيقه بس عندي محامي كهربا طلع قال كلام صعب، قال لك ان انا براهن. ركز في الكلام ده لان الكلام ده مهم جدا، وضربة قوية لمرتضى منصور رئيس الزمالك السابق المعزول. قول زي ما انت عايز قول، السابق المعزول زي ما انت عايز تقول قول، محدش بقى عارف ايه الحقيقة دلوقتي. يعني الغرامة مش هتدفع، الفيفا ادى مهلة الكهرباء شهرين كمان عشان يدفع. طب ايه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية؟ محامي كهرباء ضرب ضربة قوية، ضربة قاضية، وقال انا براهن ان بعد ما الشهرين يخلصوا كهرباء مش هيدفع الغرامة في 2023. تاني، كهرباء مش هيدفع الغرامة في 2023. ده معناه ايه؟ ان مش شهرين بس، ده انت عندك احنا في 8، يعني قول 9 10 11 12، يعني 4 شهور، بدل شهرين هيبقى 4. هل ده هيحصل؟ شبانة ما كانش مصدق نفسه وقال له انت بتلعبها ازاي؟ ده انت بتلاعب مرتضى منصور. قال له انا اي حد، ما انا عارف انا بعمل ايه. اشوفكم في فيديو جديد، تحياتي ليكم مع احمد الافندي على قناه باكورد. الحقيقه بس عندي، تابعني، اشترك، لايك، ما تنساش الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اسيبكم في رعايه الله، سلام.